أنا كل ما افتكر اتجوزنا ازاي أنا وجوزي أموت من الضحك. عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. ساعتها كنت بنظف الشقة أنا وماما، وقالت لي اطلعي نظفي الشبابيك من التراب اللي عليهم، ففتحت شباك الأوضة وكنت واقفة على السرير عشان أنظف، وكان بالصدفة واحد معدي من تحت البلكونة بتاعتنا كده، لقيته بيقول اوعي تنطي يا مجنونة، حرام عليكي نفسك، طب ادخلي وهنعملك اللي انتي عايزاه. كل ده وانا واقفة اصلا مش فاهمة ايه اللي بيحصل ولا واخدة بالي انه بيكلمني انا الاول، ولقيت الشارع كله اتلم تحت البلكونة، وانا بقيت اطلع بدماغي ابص معاهم فوق، يمكن في حد هيرمي نفسه بجد ولا حاجة. بعدين افتكرت ان انا اللي واقفة اصلا، وعقبال ما استوعبت لقيت ماما داخلة بتجري عليا وبتقولي هو مين العبيط اللي واقف على الباب بره؟ ده في واحد بره بيقولي بنتك هترمي نفسها. وبعدين هترمي نفسك ليه يا حبيبتي؟ أمال مين اللي هينظف معايا الشقة إن شاء الله؟ وطبعا مش محتاجة أقول لكم إن العبيط اللي كان واقف بره ده يبقى هو جوزي دلوقتي، وكل ما نفتكر يقول لي لو الواحد بيمشي ويخليه في حاله